داليا، إسراء، كوثر ونادين. صاحب القرار في المرحلة دي. انتوا غنيتوا صارت امبارح طبعا واللجنة ادت رأيها. إسراء، لما غنيتي امبارح نانسي قالت لك ونص على صوتك واحساسك. نادين، لما اللجنة سمعت ادائك امبارح وائل اشاد جدا بصوتك وقال لك الفرصة اللي انت اخدتيها اثبت انت فعلا تستاهليها. إسراء ونادين، الجمهور كان رأيه من رأي اللجنة انتوا الاتنين في امان. الف مبروك. تقدروا تروحوا دلوقتي على البلو روم. الف مبروك إسراء ونادين. كوثر وداليا، الجمهور
ادى رأيه طبعا، ورأيه مرتبط بأدائكم وتعليق اللجنة أكيد. امبارح حسن قال لكم انتوا الاتنين ان انتوا ما كنتوش 100%. داليا أحلام يمكن كانت قاسية معاكي شوية، قالت لك أنا حسيت بالملل وانتي بتغني. كوثر حسن امبارح قال لك ان انتي ما كنتيش موجودة، دي مش كوثر اللي احنا نعرفها، وعايزك تكوني موجودة يعني بحضورك الفني. هل يا ترى الجمهور كان رأيه ان هو يديكي الفرصة تكوني موجودة المرة اللي جاية ولا لا؟ داليا يا ترى كان ايه رأي الجمهور؟ هل كان من رأي اللجنة ولا لا؟ ولا هينقذك؟ أنا عايز أفكركم الأربع بنات اللي كانوا واقفين على المسرح، 2 اختارتهم اللجنة و2 أنقذهم الجمهور. النهارده رأي الجمهور هو الحاسم، يعني اللجنة ما تقدرش تنقذ حد. داليا وكوثر التصويت انتهى خلاص والنتيجة طلعت. وانتوا الاتنين في امان. مبروك.